هاد البنية اللي في الصورة هي كوثر محفوظ علي، واحد البنية مصرية عندها 19 عام، يلا عروسة جديدة وحاملة، يلا 5 شهور باش تزوجات وحاملة كتسنى المولود ديالها، وكانت فرحانة بيه بزاف بزاف وكانت بغات تسميه عمر. هاد البنية هي البطلة ديال القصة ديالنا اليوم، أولا الجريمة ديال اليوم اللي هي أكبر جريمة مرعبة تقدر تسمعها في حياتك، حيتاش الطريقة باش تخلص المجرم من الجثة أو باش تقتل الجثة كانت طريقة مرعبة ومستفزة بزاف بزاف بزاف، اللي فاقت التوقعات ديال كاع الناس وفاقت التوقعات ديال المجرم براسو نيت. باش تعرفوا التفاصيل مرحبا بكم في القصة ديال اليوم. السلام عليكم، اهلا وسهلا، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ سمحوا لي بزاف 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 الغبره اللي غبرت عليكم، ماشي لخاطري والله. انا عندي لونفي بزاف في اليوتيوب وبغيت نخدم فيه وداك الشيء وتيعجبني بزاف هذا الكونتوني، كيعجبني بزاف هذا الشيء، ولكن في رمضان ما كنتش قادره، حيت راكم عارفين رمضان واحد الشهر اللي كيدوز دغيا وخاصو يتستغل مزيان، زائد انه كان عندي الخدمه وعندي بيبي صغير، عندي الشقه طياب راكم عارفين، وما كانش عندي بزاف ديال الطاقه باش نكون في الفيديوهات بديك النشاط وديك الحيويه اللي كتعجبني، حيت ما كنبغيش نبان بشي نجي عندكم بشي طاقه اللي ضعيفه ولا شي حاجه وندير لكم الطاقه السلبيه. المهم داكشي باش من سنه دابا رمضان ان شاء الله غادي نكافح وغادي ندير لكم فيديوهات زوينين، الا كنغبر راه فريمون ماشي لخاطري، عندي بزاف ديال المسؤوليات وان شاء الله من هنا للقدام يكون غير الخير. كيف قلت لكم كوثر كانت هي الضحيه اولا هي البطله ديال القصه ديالنا، اللي التفاصيل ديالها صراحه ضروني في خاطري بزاف فاش كنت نوجد لهاد الحلقه، بقات فيا وبقى فيا الحال بزاف باش تعرفوا اشنو وقع نهار 4 في شهر 8 2006، وباش نفهموا مزيان شنو وقع خاصنا بعدا نتعرفوا على شكون هي كوثر ونعرفوها من الاول باش تتبعوا معايا القصه مزيان. المهم كوثر هي واحد البنيه اللي كانوا كيقولوا عليها عائلتها الملاك الضاحك والملاك المبتسم، كانت ضحوكيه بشوشه وظريفه بزاف مع كل شيء، رغم انها هي كانت كتخلي علاقتها مع الناس اللي ما كتعرفش حدوديه ياك، ولكن الناس اللي كتدخلهم لحياتها كتطلق معاهم، كتعاود ليهم اسرارها، كدير فيهم النيه، كتثق فيهم بزاف، وهذه حاجه خايبه بزاف وهي اللي نقدروا نقولوا خرجت عليها. المهم هاد البنيه هذه كانت عايشه في واحد الاسره اللي هي ملتزمه ومدينه واسره محافظه، وكيف شفتوا كانت كوثر دايره النقاب ديالها وكانت شاده في الدين ديالها مزيان، كانت كتقرا ولكن ماشي مزيان زعما بزاف، كانت تقرا على قد جهدها، ووصلت لواحد الوقيته وخرجت من القرايه وبقات جالسه في الدار، كانت علاقتها مزيانه مع العائله كامله، كلشي كيبغيها كلشي كيحترمها. واحد النهار كانت عندهم واحد المناسبه، ما عرفتش واش عرس ولا شي حاجه، مناسبه عائليه ومشات معروضه ليها كوثر، زائد انه من بين المعازيم كان الزوج اللي السيد اللي غيولي الزوج ديالها اللي هو محمود، واحد السيد اللي هو مثقف ومجتهد وطموح مزيان، زائد انه عنده واحد المصنع ديالو خاص به، هو يعني اموره الماديه راه مزيانه. شاف كوثر وعجباتو وصافي، زائد انه عرف عائلتها شكون، عرف عائلتها كيفاش مدينين وكيفاش علاقتهم مزيانه مع بعضياتهم ومع كاع الناس، صافي نوى معها المعقول وجا خطبها، وكان سخي بزاف، وهذا الشيء بينوا ليها من النهار الاول اللي جاي يتعرف عليها، جاب لها بزاف الكادويات، جاب لها بزاف ديال كبر بها كي كنقولوا، زائد انه فاش زعما في الخطبه وداك الشيء جاب لها بزاف ديال الذهب بزاف ديال الحوايج، تهلا فيها مزيان 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 مزيان. صافي كوثر قبلات حيت تبان ليها ان السيد راه فيه المواصفات اللي كتبغي، واهم حاجه هو انه مدين، يعني هي شاده في الدين ديالها ولقات واحد مدين زائد انه باغيها، زائد انه سخي وامور ماديه مزيان، راه من طبيعه الحال غادي يعجبها الحال. صافي تزوجوا سكنوا في واحد وحده من اكبر الابراج السكنيه في واحد المنطقه سميتها فيصل في الجيزه ولا الجيزه في مصر، كانت هي وياه امورهم مزيانه وعايشين مزيانين بخير ومفاهمين، وكانوا بداو كيبغوا بعضياتهم بزاف، عاشوا مع بعضياتهم 5 ديال الشهور، وفي هذيك 5 شهور كوثر اكتشفت انها حامله، وكانوا فرحانين بداك البيبي بزاف بزاف بزاف، وسورتو هي كانت ديما كيعجبوها الوليدات الصغار وبغات تكون ام، وكانت كتبقى تقرا كتوبات وتقرا كيفاش تكون ام مزيانه، كيفاش تهلا في وليدها طلعوا بشخصيه مزيانه وداك الشيء، وكيفاش تخلي تربي فيه انه الدين وتربي فيه هكا داك الاحكام داك الشيء الزوين، يعني كانت فرحانه بزاف بداك البيبي وكانت كتمنى تسميه عمر كيف قلت لكم. صافي يعني امورها كلها كانت مزيانه مع راجلها مع الجيران، ما كانتش مديره علاقه
قويه مع الجيران بزاف، يعني كانت حدوديه سلام سلام وصافي. صافي كانت الامور بخير. الروتين ديالهم كان انه تيفيق محمود الصباح تيمشي للخدمه، وهي فاش كتوصل 12 كتفيق كتوجد راسها كتلبس النقاب ديالها وكتمشي لواحد السويقه كاينه غير حداهم تما نيت في الدرب، كتقدى منها داكشي اللي كيكون خاصها باش دير الغدا باش تقاد امورها. المهم هذا هو الروتين ديالهم. مع الخمسه كيجي راجلها من الخدمه كيلقاها مقاده الغدا ومقاده امورها وتيجلس معها، مرات يخرجوا مرات يبقاو في الدار على حساب. المهم هذا هو الروتين ديالها. نهار 4 في شهر 8 2006 نفس الحاجه وقعت. فاق محمود مشى الصباح للخدمه، فاقت كوثر وجدات راسها مشات للسويقه تقدات داكشي اللي خاصها ورجعات. فاش رجعات بدات طالعه في السانسور حيت هي كانت ساكنه في الطبقه السابعه، وهي طالعه تفكرات انه ما جابتش شي حاجه من السوق بقات ناقصاها ونسات ما خداتهاش. شنو دارت؟ هبطات عاوتاني ما طلعتش حتى للفوق، هبطات ثاني بالسانسور حتى لتحت، لقات العساس ديال العماره، مشات عنده عطاتو الفلوس وقالت لي عافاك واش ممكن تسخر ليا تجيب لي داكشي اللي ناقصني. هادشي عادي عندهم حيت ديما كتسخروا وكاع دوك الناس اللي في العماره كيسخروا وكيدوروا معاه، حاجه عاديه. المهم قال لها صافي مرحبا، قالت لي صافي فاش تجيب لي التقديه طلعها ليا ودق عليا ناخذها من عندك. قال لها صافي واخا. مشى هو جاب التقديه للكوثر تقدى لها داكشي كامل اللي خاصها. من بعد شي نص ساعه تقريبا رجع طلع عندها في سانسور تيدق عليها ما كتجاوبش. عاوتاني بقى تيدق تيتسنى والو ما حلاتش عليه الباب. قال كنا كره كدير شي حاجه مشغوله ولا ما مسالياش. صافي خلى ليها التقديه ديالها قدام الباب وهبط باش يكمل شغالاتو باش يشوف شنو الخدمه ديالو يكملها. ايوا المهم داز هذيك الوقيته كامله، وصلت ل5 ديال العشيه جا محمود من الخدمه طلع للسانسور كيحل الباب ديال السانسور كيلقى التقديه اللي جاب العساس باقا قدام الباب. هو تيقول فراسو زعما علاش كنت خلات التقديه قدام الباب، واش جابتها وحطتها تما ودخلات ونساتها ولا شنو. المهم هادو كان كيتسائل قبل ما يدخل كيبان له انه شي حاجه انورمال، علاش الميكا ديال التقديه قدام الباب. المهم حل الباب دخل، والمفاجاه كوثر سكينات في الدار. يقلب البيت الاول البيت الثاني الكوزينه الحمام، قلب كل شيء، البنت ما كايناش في الدار. هذا الشيء دخلوا العجب حيت هو عارف انه كيجي مع الخمسه كيلقى كوثر في الدار، يعني ما عندهاش فين تمشي. زائد انه ما يمكنش تمشي لشي بلاصه بلا ما تقولها ليه، ومن غير هذاك الخرجه اللي كتخرج دائما مع الطوش هذيك تكونوا خلاص متفقين عليها ماشي شي حاجه جديده. ايوا صافي. المهم هبط عند العساس قال له واش ما شفتيش كوثر؟ قال ليه راه وقع راني مشيت تقديت ليها وجيت وطلعت عندها وما لقيتهاش وهذه كيف ما عاودت لكم في الاول. محمود تعجب قال لي واش ما شفتيهاش خرجات؟ قال ليه لا، راه فاش طلعت لها انا التقديه هبطت راه مشيت تسخرت للناس اخرين، زائد مشيت قضيت بزاف الاغراض، يعني انا شفت فاش طلعت ولكن ما شفتش فاش عاودت هبطات. صافي محمود داخت بيه الدنيا حيت السيده فين غادي تمشي، ما عندهاش فين غتمشي، ما كتعرفش شي ناس تما عائلتها ساكنين بعاد، يعني فين غطير. بدا تيقلب مشى حتى للسويقه اللي كتقدى منها كوثر، بقى كيمشي وكيجي في ديك الطريق كيسول الناس اللي عارفه كتقدى عندهم، كلهم تيقولوا انهم شافوها وجات تقدات ورجعات ولكن ما عاودوش شافوها مره اخرى. صافي دازت ساعه عيط محمود على عائلتها وعلى عائلته حتى هما اللي صافي تخلعوا بزاف وتصدموا فاش عرفوها، جاو تيجريو بداو حتى هما تيقلبوا تيسولوا الناس تيسولوا الجيران حتى هما هبطوا بداو كيتقلبوا معاهم تيسولوا معاهم. المهم صافي ترونات القضيه في ديك الحومه، كلشي بدا كيقلب كلشي ساق الخبار. صافي حتى وصلت ل10 ديال الليل ما بقاش قادر يصبر محمود والعائله، وشنو داروا؟ مشاو عند البوليس، داو ليهم التصويره ديالها واخا هي كانت منقبه وعطاوهم التصويره ديالها حتى بلا نقاب باش ربما تكون بشي طريقه من الطرق قلبوا عليها ويعرفوها بعدا البوليس على ملي كيقلبوا بعدا. زائد انه البوليس قالوا لهم السيده راه كبيره، راه كيف نقولوا ماجوري فاكسيني، يعني راه من حقها تكون عيات بغات تمشي لشي بلاصه ترتاح مشات عند شي حد، يعني ما تحركوش معاهم ديك الساعه. قالوا لهم ضروري حتى دوز 48 ساعه ولا اكثر عاد باش يتحركوا معاهم. صافي بقات ديك المده هذيك اليومين بقاو تيقلبوا العائله ما زقاوش يسولوا، تيعيطوا على العائله تيعيطوا على الصحاب على كل شيء، ما زقاوش من التقلاب ولكن والو ما كاين حتى شي نتيجه. دازت اليومين والبوليس بداو يتحركوا وكانوا شاكين في محمود هو الاول، داكشي باش بداو كيسولوا عليه، ولكن العائله كلهم زائد الجيران زائد الصحاب كلهم كيأكدوا للبوليس انه محمود وكوثر كانت علاقتهم خيره، ما كان عندهم لا مشاكل لا حتى شي حاجه، عمرهم ما تشكاو من بعضياتهم. اصلا يلاه 5 شهور باش تزوجوا، يعني
راه اصلا داك العام الاول راه تيدوز زوين كيف ما كان الحال. صافي كلشي كيأكد لهم انه محمود بعيد بزاف 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 على الدائره ديال الناس اللي خاص يكون مشبوه فيهم. صافي البوليس بداو تيقلبوا في كاع البلايص، كيسولوا العائله، كيسولوا الجيران، بداو كيحقوا مع الجيران بواحد 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 بواحد، وقدروا يوصلوا لواحد المعلومه انه كوثر علاقتها حدوديه مع كاع الجيران الا جاره وحده. شكون هاد الجاره؟ هي الجاره اللي ساكنه معاها في نفس الطبقه السابعه. داك ليطاج السابع كاينين جوج ديال الديور، الدار ديال كوثر والدار ديال واحد السيده سميتها ام زينب، ياك؟ هاد ام زينب هي امراه ربة بيت، ما خدامه ما والو، عندها واحد البنيته صغيره سميتها زينب، زائد انه هي حامله وفي الاواخر ديال الحمل ديالها، وعندها راجلها حلاق سميتو رضا، وعنده المحل غير داك الدرب نيت. هاد ام زينب كانت بوحديتها اللي هي الجاره ديال كوثر، كانت كتمشي عندها كتحدث معاها، وكيف قلت لكم في الاول زينب من داك النوع انه ولا شي حد خليها لخاطرها ودخلاتو لحياتها صافي كتبدا تدخل معاه بالجوارح ديالها، كتعاود ليه كلشي، كتعاود ليه شنو عندها، شنو جاب ليها راجلها في العرس، توريها الفيديو ديال، توريها التصاور ديال العرس، يعني دخلات معاها بزاف بزاف بزاف. وصافي كوثر كتوري برواله فاش كتولي مع شي واحد مزيان. وتا انا صراحه فيا الطبيعه صافي غير كنتصاحب مع شي حد ولا شي حاجه كنبقى غير نهضر وهادي حاجه خايبه 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 بزاف بزاف، ما خصهاش تكون في حتى شي واحد. المهم هاد ام زينب هادي كانت في الوقيته فين وقعت الجريمه كانت مشات لدارهم باش تولد، باش يقابلوها ويقابلوا لها بنتها وداكشي، يعني كان غير رضا بوحدو في الدار. بداو تيسولوا عليه الجيران وداكشي. اشنو اكتشفوا البوليس؟ اكتشفوا ان هاد رضا مزلوط من درجه فارس، وعنده الكريدي ديال الدار حيت غير كاري، زائد عنده الكريدي ديال الحانوت 3 شهور ما مخلصش الكرا. يعني السيد صافي ما عندوش الفلوس وما عنده الوقت مزيره. واشنو وقع في هذيك الايامات اللي وقعت فيهم الجريمه واللي كوثر مختفيه والناس يقلبوا؟ السيد دار 3 ديال الحوايج غريبين كل وحده غرب من الاخرى. اول حاجه خلص الكريدي ديال الدار ديال 3 شهور، زائد خلص الكريدي ديال المحل ديال 3 شهور، زائد انه تقدم مزيان وكذا ومشى باش يشوف مراته وبنته باش يطمن عليها. يعني البوليس جاتهم هاد القضيه شي شويه بيزار، يعني انت 3 شهور ما مخلص لا كرا ديال الدار لا كرا ديال المحل، ودابا خلصتيهم بجوج في دقه واحده بهذه السرعه، زائد انك مقدي ومخلي مامادي معك عند مراتك والناس عارفين انه راه غير على قد الحال. البوليس المهم عرفوا انه شي حاجه ماشي ليه. هو عيطوا ليه، كان رجع ديك الساعه من عند مراته، كان في الدار في الخدمه، عيطوا عليه سولوا بداو كيديروا معاه استجوابات وداك الشيء. قالوا ليه اول حاجه غتقول لينا منين جاوك الفلوس. اشنو قال لهم السي رضا؟ قال لهم انه كان مسلف شي واحد في صحابه مسلفوا الفلوس، وبالصدفه سبحان الله في هاد الوقيته اللي وقعت الزوبعه كامله السيد صاحبو رد له الفلوس اللي كان كيتسالو. قالوا ليه واخا هضرتك منطقيه ولكن راه ما تيقناش. هاد الوقيته اللي كانوا هما تيحقوا معاه وتيحقوا مع الجيران وداك الشيء، واحد النهار البوليس جاهم اتصال من عند واحد الناس في واحد الخلا في واحد التيره، شي ناس كانوا دايزين من تما حتى كيلقاو قطع بشريه. اشنو في هاد القطع؟ كانوا اعضاء طروفه ديال الصباع ديال اليدين وديال الرجلين، وكان واحد الطرف من البطن ديال الكرش، زائد انه كانوا العظومه ديال الفخاذ وداك الشيء. المهم كانوا اطراف اللي كبار والناس اللي شافوا داك الشيء راه جاهم الرعب، حيت غادي تمشي غادي في الطريق كتلقى قطع ديال جثه بشريه راه ماشي سهله. عيطوا على البوليس، جاو البوليس، زائد جاو هذوك اللي في المسرح الجريمه، هزوا هذوك الاعضاء البشريه باش يمشيو يديروا لهم التشريح. اشنو لقاو معاهم؟ لقاو معاهم واحد الليغه ديال الايد، هذوك اللي كيكونوا طوال اللي كيكونوا كيلبسوا المنقبات، لقاوهم من ضمن حدا هذوك الاشلاء. واخا ها هي واحد السين يعني كما كيف قلت لكم كوثر راها انسانه منقبه، وما لقاو حدا هذوك الاشلاء لي غون ديال المنقبات. واخا زائد فاش داوهم الطب الشرعي كيأكد لهم انه هاد القطع كيرجعوا لواحد السيده اللي تكون مراه، وغادي يكون العمر ديالها غالبا ما بين 17 و20. انا قلت لكم في الاول انه كوثر عندها 19 عام. واخا من بعد كيف قلت لكم لقاو طروفه ديال الصباع
وراكم عارفين في الصباع شنو كاينين البصمات. فاش هما شافوا هذا الشيء كامل وكوليكتاو هذه المجموعه ديال المعلومات كاملين، بداو كيشكوا انه كوثر حيتاش كانت هي اللي الناس العائله دايرين عليها مذكره ديال البحث انها مختفيه وداك الشيء، والمواصفات ديالها كتنطبق مع المواصفات ديال هاد الطروفه اللي لقاو. ولكن باش يتاكدوا بقاو كيتسناو يديروا الفحص ديال الجرائم يديروا الفحص ديال البصمات باش يتاكدوا واش هي ولا ماشي هي. وللاسف طلعوا البصمات متطابقه مع كوثر، اللي هادشي اللي صدم العائله وصدم راجلها وصدم كلشي، رغم انهم كانوا هي راهم متوقعين انه وقع عليها شي حاجه خايبه، ولكن باش لقاو الطروفه ديالها بديك الطريقه في داك الخلا هذه شوكاتهم وكانت قاصحه عليهم بزاف بزاف بزاف. هنا البوليس بداو حلوا تحقيق، هذه المره ماشي قضيه اختفاء ولكن في جريمه قتل، حيت صافي دابا تاكدوا ان الجثه كاينه وخاصهم يزيروا باش يعرفوا شنو وقع لهذيك البنيه مسكينه. كيف قلت لكم السريده فاش قالوا ليه دابا غادي تورينا صاحبك اللي يرد لك الفلوس، بدا كيقول لهم حقا راه مسافر، حقا راه ما كاينش، غير يجي ونوريه لكم. عطاهم وقيله شي نمره ديك الساعه كيعيطوا، ولكن ديك الساعه ما كانوش التليفونات بزاف وداك الشيء ما قدروش يتوصلوا لهذاك صاحبو. قالوا ليه واخا ماشي مشكل، مشاو جابوا مذكره ديال البحث اولا باش يقلبوا ليه الدار. واخا هو اين فوا سمع القضيه فيها التقلاب ديال الدار بدا كيزيد معاه الزايد، مشاو كانوا شادينو بداو تيقلبوا الدار. فاش دخلوا لقاو ان في الاول الامور فاش كتشوف هذيك النظره الاولى كتبان لك الدار نقيه، الامور مزيان، ما كاين حتى شي مشكل. ولكن فاش بداو كيعمقوا البحث لقاو تحت الناموسيه ديالو حوايج ديال منقبات، هذيك اللعيبه اللي كيديروا هنا وداك الستايل وداك الشيء كامل اللي كيلبسوا المنقبات. ها واخا مشاو للتواليت، كان عندهم في التواليت هذاك البانيو اللي كيدوشوا فيه داك الكبير. فاش يقلبوا تلقاو انه هذاك البانيو فيه لي تراس ديال الدم، زائد ان التواليت فيها حتى هي لي تراس ديال الدم. واخا حاول انه ينظف ولكن لي تراس مازال. البوليس غادي يقلبوا بواحد الطريقه دابا ماشي كتشوف من الفوق، راه كيقلبوا نيت مزيان. زائد لقاو واحد العظم كبير ديال يمكن ديال الفخذ ولا ديال الدراع هكا ولا شي حاجه، المهم شي عظام اللي كبير محطوط فوق واحد البلاكار. ولقاو لا تراس ديال الدم في الثلاجه. الله اكبر. صافي هنا صافي دابا بقى عنده ما يقول في اون فوا صافي كيجمعوا في هذاك الشيء وطاح لهم تما نهار. صافي عرف راسو انه راه صافي وصل لا فما بقى عنده فين يهرب. صافي شدوه وبداو مع التحقيق. ودابا غادي نعاود لكم اشنو وقع في داك النهار، كيفاش تشدها وكيفاش تقتلها، والاهم من هذا الشيء كامل كيفاش تخلص منها. وهذا الشيء هو اللي قاصح في هذه الجريمه واللي خلاني نقول لكم هي ارعب جريمه ممكن تقدر تسمعها. المهم داك النهار كيف قلت لكم كوثر مشات وتقدات وجات، وفاش هبطت عند العساس عطات تسخر ليها. فاش كانت طالعه وقف السنسور في الطبقه السابعه مع حلات السنسور باش تمشي لدارها تحلها، خرج رضا كيغوت تيقول لها اختي كوثر عافاك تكلمي، الام زينب راها حامله، كيف عارفه راه حامله وراه فيها شي وجع، يمكن واش بغات تولد ما نعرف، تكلمي ليها راه كتعيط عليك. كوثر مسكينه تخلعات حيت راكم عارفين كيف قلت لكم هي مسكينه قلبها زوين وطيبه وداك الشيء، يعني فاش تعرفي جارتك محنه ومريضه وتقدر تولد وداك الشيء تخلعات. دخلت كتجري بلا ما تفكر، وفاش دخلت سد هو الباب، مشات كتقلب في البيت الاول الثاني الثالث، مشات حتى لبيت النعاس ما لقاتهاش في بيت النعاس اللي من المتوقع تكون متكيه فيه، ما كايناش البنيه. بدات كتستوعب كوثر انه راه دارت بها فاش غتدور عنده باش تستفسر فين هي السيده وعلاش كتقول لي راه تكلمي وهي ما كايناش. تلاح عليها وبدا كيقجها، بدات مسكينه كتحاول تقاومه، ولكن هو راه قدو قداش وراجل وهي مسكينه يلاه عندها 19 عام وكانت صغيره وضعيفه، ما قدراتش عليه، بقات هي برك على وتيزير عليها حتى قتلها. وشنو دار في ديك الساعه؟ حيد ليها الذهب اللي كانت دايره في ايديها وفي عنقها. وهذا هو الخطا اللي كانت دير كوثر بزاف، ان هذاك الذهب اللي كان جاب ليها محمود كامل في الخطبه وفي العرس كانت كديرو كامل. هو كان كيشوفها دائما وتيسمر عليها انها كدير بزاف ديال الذهب، زائد انه فاش كانت كتجي عند مراته للدار وكتبقى تقول لها راه جاب ليا وجاب ليا وجاب ليا، عرف ان السيده عندها بزاف ديال الذهب، ان هذاك الذهب اللي عندها باغي هو
باش يقضي به الاغراض ديالو. ايوا فاش يمشي يخدم ويضرب تماره ويتم لا بغى الذهب ديالها هي. يعني من خلال ديك الهضره كيف قلت لكم كانت تتعاود لمرتو واش كان كيسمع، فاش كيكون كيسمع هذيك الهضره واش مراتو كتعاود ليه انه راه جارتنا مهلي فيها راجلها وكذا وكذا. المهم واصل لبالو انه السيده راه عندها الذهب، واستغل هذيك الفرصه ديال انه عارف راجلها ما كاينش وهو مراتو ما كايناش، يعني ما كاينش شي فرصه غادي يلقاها احسن من هذه. ديك الساعه صافي فاش قتلها وخدا ليها داك الذهب ديالها، مشى داها للناموسيه وغطاها في الوها في جوج ديال المنطات وخشاها تحت الناموسيه ديالو. وشنو دار؟ مشى يخدم. مشى بقى تيخدم نهار كامل وجا حتى ل 9 ديال الليل. كيف قلت لكم هو محمود جا مع الخمسه كيقلب على كوثر، يعني مع 9 فاش جا راه كانوا جاو العائله وكان الجيران كيقلبوا لقاهم كلهم كلشي مقلق وكلشي مخلوع وكلشي كيسولهم شنو واقع زعما سيد عادي شنو مالكم ياك لاباس. لا راه واحد السيده مسكينه توضرات مسكينه الله يسهل عليكم باش تلقاوها الله يعطي بالك العذاب. اشنو دار في ديك الوقيته اللي هما نايض الزوبعه لتحت وكلشي كيقلب؟ طلع السي رضا الحقير كيف العاده طلع وجبد كوثر وداها للحمام وبدا كيطبق في الجريمه ديالو اللي وشمئزه ومعفونه. بدا تيقطع فيها، قطع عليها اليدين الذراعين والزرعين الله يحفظه الرجلين، ودارهم في بلاستيكات ودارهم في فريغو. ومن بعد بدا تيقطع الراس، قدر يفصل الراس على الجسد ومشى جاب واحد الساشيات كبارين ديال الملحه وعمر هذاك البانيو ديال الماء اللي عندهم في الحمام، ودار فيه الجثه اللي في داك الماء اللي دوب فيه الملحه بعدا باش ما تطلعش الريحه، باش ما تبداش كتعطي الريحه وتخناس صافي. وديك الساعه كنحس براسو بدا كيعيا صافي مشى غطى دار هذوك الجدع والراس دارهم في البانيو ديال الحمام ومشى ينعس بحال السيد ما خاصو حتى خير. مشى نعس مع 7 ديال الصباح فاق مرعوب حيت كان كيحلم بكوثر واقفه عليه وكتقول لي علاش درتي لي بحال هكا. ناض تيجري كيسحب له راه يمكن بصح ناضت ولا شي حاجه. مشى للحمام لقى راه بصح بقى تما. واشنو بدا كيدير؟ تخيلوا انه بدا كيجبد الاحشاء وتيقطعهم لطريفات صغار وتيلوحهم في لاصاص وتيكب عليهم الماء باش يمشيو في لاصاص. تخيلوا هاد الطريقه، هاد الفكره هذه ما عرفتش كيفاش جات وكيفاش طاحت عليه وشو الطريقه المرعبه باش بدا كيقطعها باش من قلبه باش من نفسه يقطع مسكينه طريفات صغار. هي اللي حياتها كامله وهي مستوره ودايره النقاب، جات لذاك النهار حيد لها حويجها وبدا تيقطع فيها طرف وتيلوحهم يعني شو على طريقه كي باش يعانوا يلوحوا في الطواليت يعني لهاد الدرجه قاصح بنادم ما عرفتش والله. بدا كيلوحها في الطواليت وتيقطع حيد لها الاحشاء كاملين وبدا تيقطع فيها كامله، تيقطع طريفات و تيمشي تيلوحهم في العشاش وبدا كيحاول يحيد العظومه الكبار. وهاد العظومه هما اللي بدا كيجمعهم بوحديتهم وتيديرهم في داك الماء اللي مالح. وبدا كيخدم تاني شويه حس براسو عيا وخلاه عاوتاني في داك الماء ومشى للخدمه. وداك النهار كيف قلت لكم كانوا هما مشاو عند البوليس وبداو تيقلبوا مازال تيقلبوا زعما صافي. رجع في العشيه ما تعطلش، رجع بكري من الخدمه باش يكمل الخطه ديالو. رجع عاوتاني كيقطع وجمع دار 5 ديال البلاستيكات جمع فيهم كاع دوك الطروفه اللي ما غاديش يقدر يقطعهم باش يرميهم في الطواليت. اشنو دار؟ عيط على واحد صاحبه وقال لي شوف راه مراتي فاش سافرات خلات واحد اللحم في الثلاجه وداك اللحم بدا كيعطي الريحه. انا ما شفتوش وما رديت له البال والثلاجه يمكن خسرت ما نعرف. المهم بدا كيكذب عليه انه راه داك اللحم خسر وخناز وما نقدرش نلوحو في شي بوبال حيت دوك عندهم هما تما في ديك المنطقه عارفين الفقر وكذا وفيها دوك الناس اللي تيبقاو يجيو يقولوا من المخاله ولا ما نعرف. يقدر شي واحد يجي يهز داك اللحم ويطيبو وياكلو ويقدر يضرو. المهم هذاك صاحبو تيقو قال لي مش ممكن تديني بالطوموبيل نلوح هذاك اللحم في شي خلال اللي ياكلوه الكلاب ولا شي حاجه. قال لي صافي واخا. جا عنده وتخيلوا انه في ديك الوقيته اللي هبط الميكات فيهم الطروفه ديال الجسم ديال كوثر كانوا العائله ديالها جالسين قدام الباب وهما اخر حاجه كانوا كيتوقعوها انه البلاستيكات اللي هاز السيد اللي دايز من قدامهم فيهم بنتهم وراجلها كان تما وكيبان له انه مخرج بلاستيكات وما فكرش ان راه مراته كاينين في دوك البلاستيكات. شوف على موقف شحال صعيب.
مشى ولاح هذوك البلاستيكات في 3 ديال المناطق مختلفين غير في الخلا، هي فين واحد الناس كانوا دايزين في وحده من دوك المناطق ولقاو دوك الطروفه اللي قلت لكم باش قدروا يعرفوا كوثر بالبصمات وداك الشيء. اشنو دار من بعد؟ مشى باع الذهب اللي خدا ليها ومشى خلص داك الكريدي اللي عليه ومشى تقدا وتحمل وتجمل ومشى عند مراتو باش يشوفها ودار ليها التقديه وداك الشيء. دوز يومين تما عند مراتو، وفي ديك اليومين كان كيشري جرائد باش يشوف واش كاين شي جديد، واش فين وصلوا البوليس، واش كاين شي حاجه اللي شي جديد بخصوص هاد القضيه هذه. ومن بعد دوز يومين ورجع قال باش ما يشكوش فيا غادي يلقاوني ما كاينش، غيقولوا صافي راه هو اللي دارها. صافي فاش رجع كان متاكد انه دار ديك الجريمه الكامله اللي صافي ما غاديش يلقاوه، وهذوك الطروفه اللي لاحقوا راهم وكلوهم الكلاب وصافي الامور بخير وصافي راه قال صافي ما كاين حتى شي مشكل ورجع كيخدم بحال ما خاصو حتى شي خير. هي فين قلت لكم البوليس مشاو قلبوا ليه الدار ولقاوه وكل شيء، و داوه شد في الحبس وداوه للمحاكمات ديالو وتحكم عليه بالاعدام. والاعدام والله الا قيل في حقه على هذه الطريقه باش واحد السيده مسكينه اللي يلا عروسه جديده ويلا حامله وتاقت فيه وبغات تعاون مرته مسكينه هي غير النيه الطيبه ديالها. شوف شنو دار ليها اللي مسكينه ما دايره حتى شي ذنب غير بسبب الطمع، رغم انه هو ما عمره دار شي جريمه وما عمره كان عنده شي سوابق، ولكن فاش طمع خرج منه داك المجرم الدفي اللي كان فيه. والطريقه باش تخلص من الجثه تاع انا بعدا راه شوكاتني والله، باش تقطع واحد وتلوحو في التواليت راه ما فهمتش والله. هذه غادي تعطينا واحد العبره اللي مهمه وخصوصا للعيالات. الا عطاك ربي شويه ديال الرزق وعندك شي شويه ديال الذهب ما ديريهش كامل، ما ديريهش كامل وما تخرجيش بالذهب، حيت حنا دابا راه في واحد الزمان راه الواحد تيولي مجرم فاش يشوف الفلوس. يقدر يكون ماشي مجرم ولكن الطمع كيشعل في بنادم واحد العافيه في قلبه خايبه بزاف. زائد انه الا عندك ربي سهل عليك وعطاك شي شويه الرزق ما تقوليش لبنادم ها عندي وها عندي وعندي، حيت راه شحال من واحد تيخرج عليه غير فمو. انت عن حسن نيه كتعاودي لشي وحده ولا شي واحد وانت ما قاصد حتى شي حاجه، ولكن في داك التعاويد ديالك غادي يخرج عليك. المهم كنتمنى انه ربي يحفظنا ويحفظ وليداتنا ويحفظكم يا ربي كامل من اي حاجه خايبه. حداو روسكم ما تيقوش، واخا يجي واحد يدق عليك يقول لك راه راجلك داك كذا 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 اجي يلاه معايا في الطوموبيل ما تيقيش ما تيقوش. عباد الله راه الثقه كتخرج على بنادم بزاف بزاف بزاف. وكيف قلت لكم حضيو ريوسكم ودعيو الله باش يحميكم، راه هذه اهم حاجه، انه الا درتو التحصين ديالكم ودعيتو الله باش يحميكم ان شاء الله راه ما تلقيتكم حتى شي حاجه خايبه. ونتمنى هذا الفيديو يعجبكم ونتلاقاو ان شاء الله في حلقه جديده. السلام عليكم.